السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الحلوين. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم رز بلبن زي العسل. زي ما شفتوا حطينا الحلة على البوتاجاز، ودي نص كوباية رز وهنحط عليها كوباية ونص مية. نص كوباية رز مغسولة ونضيفة زي ما شفتوا، وهنحط عليها كوباية ونص مية. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل كيلو لبن، فالكيلو اللبن هنحط له نص كوباية رز وكوباية ونص مية، ونولع عليهم البوتاجاز ونسيبهم لغايه ما يغلى الرز ويستوي كده ويشرب الميه بتاعته كده ويبقى ايه ما شاء الله جميل. هنقلبه بالمضرب بتاعنا عشان ما يلزقش في الحله. ما شاء الله الرز استوى، شرب الميه بتاعته كلها واستوى وجاب النشا اللي فيه زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله زاد. هننزل بقى بالكيلو اللبن بتاعنا، لبن البلدي الجميل. ما شاء الله اللهم صل على النبي. التكتلات اللي في قلب اللبن دي قشطه، الحتت اللي انتوا شايفينها دي قشطه ما شاء الله عشان اللبن بلدي وسمين. هنقلب بقى اللبن بتاعنا مع الرز، وهنكمل بقيه المقادير بتاعتنا. هنحط معلقتين قشطه بلدي زي العسل كده زي ما انتوا شايفين. القشطه البلدي دي بتخلي الرز ابو لبن تحفه، حاجه جميله. حطينا معلقه وهنحط المعلقه التانية. ما شاء الله. نقلب كويس بالمعلقه لغايه ما ننزل القشطه اللي ماسكه فيها. هنجيب السكر بتاعنا كوباية الا ربع، السكر المظبوط 100%، كوباية الا ربع. والسكر ده بقى على حسب الرغبة، اللي عايزه يعني مسكر يحط كوباية، عايز يقل شوية يخليها نص كوباية، اما الكوباية الا ربع مظبوطة 100%. جبنا المضرب بتاعنا وبنقلب بقى السكر مع القشطة مع الرز مع اللبن، كل المقادير دي تشرب من بعضها كده، والرز يبقى ايه حاجة تانية. طبعا مخليين النار متوسطة عشان ما يفرش مننا على البوتاجاز، ونقلب فيه. لازم تقلبي فيه على طول عشان الرز ما يلزقش في الحلة. بيغلي، هنسيبه يغلي من 10 دقايق لربع ساعة عشان الرز يشرب من القشطة واللبن والمقادير بتاعتنا الجميلة اللي احنا حطيناها، ويجيب النشا اللي فيه. اهو بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. قعدنا محتارين، عايزين نعمل حاجة حلوة عايزين نعمل حاجة حلوة، ما لقيناش احلى من الرز ابو لبن. اعملوا الرز ابو لبن ده وهيعجبكم، الطريقة الجميلة دي ومش على الخطوات مظبوطة. قلب كويس. شفتي وهو بيغلي تحسي ان هو تقل شوية، الرز جاب النشا اللي فيه. كل ما بيغلي مع اللبن بيتقل، لان ايه النشا بينزل من الرز في قلب اللبن. طبعا احنا هنحط له ان شاء الله معلقتين نشا، 3 معالق نشا. هنحط 3 معالق نشا. هننزل بيه سرسوب كده زي ما شفتوا، 3 معالق نشا في ربع كوباية مية، وقلبناهم كويس. وهننزل سرسوب ونقلب واحدة واحدة عشان يلف معانا ويتقل ويبقى جميل كده زي ما هتشوفوا. بسم الله ما شاء الله. هنسيبه بقى على النار لمدة 5 دقايق بعد ما حطينا النشا. يبقى احنا كده حطينا
نص كوباية رز، وعليها كوباية ونص مية، وعليها كوباية الا ربع سكر، ومعلقتين قشطة، وباكت فانيليا. حطينا باكت فانيليا، وبسم الله ما شاء الله على الكيلو اللبن زي ما شفتوا. السمك المطلوب، محدش يقول بقى لا ده سايب، لا انا هرجع احط معلقه نشا تاني كده، لا، لما ينشف يفلق منكم، يشقق من فوق كده. جبنا بقى البولات بتاعتنا وبنغرف فيها، تغرفي في بولات، تغرفي في اطباق، تغرفي في علب بلاستيك براحتك. ما شاء الله، شوفي الكيلو اللبن عمل معانا قد ايه، حاجه جميله وبتزيد. طبعا احنا هنسيب البولات الازاز دي هنحط عليها مكسرات، والبولات الفخار اللي احنا هنعبيها دي هندخلها الفرن. طبعا احنا ولعنا الفرن من فوق ومن تحت، وهنحطها بقى على الشبكة في النص، هتاخد بقى لون من تحت ومن فوق، وما شاء الله هتبقى حاجة ما شاء الله ما شاء الله زي العسل. الحاجة الفخار انت عارفين ان هي بتخلي للحاجة اللي بتخش الفرن طعم جميل كده. ما شاء الله، عايزة اقول لكم ان الكيلو اللبن عبى 9 حاجات، 5 ازاز و4 فخار، وفي 2 من الفخار كبار ما شاء الله. هنظبط بقى لو في حاجة واقعة على حرف البولة، نسحب منديل كده ونظبط الحاجة بتاعتنا، واللي هيخش الفرن ندخله، والباقي هنحط عليه بقى المكسرات الموجودة عندنا في البيت. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله، كيلو اللبن، نص كوباية رز، معلقتين قشطة، 3 معالق نشا، كوباية الا ربع سكر، زي ما شفتوا. ندخل دول الفرن ياخدوا وش، ونجيب المكسرات بتاعتنا الموجودة عندك. هنحط جوز الهند، ونحط زبيب، ونحط فستق، ونحط بندق. ولو انت عايزة تسيبيه سادة سيبيه، وممكن بعد ما يبرد تدخليه التلاجة، بس تغطيه بورق فويل، او لو انت حاطه في علب بغطاها عشان يطلع وشه مكرمش زي بتاع المحلات. يبرد ويتغطى ويخش التلاجة. احنا طبعا ما شاء الله هيبرد ويخش التلاجة يسقع وهناكل ما شاء الله. تظبطي بقى الحاجة بتاعتك كده وتشيكيها بايديكي وبمعرفتك، وتعملي كل اللي انت عاوزاه لولادك في بيتك، وحاجة نظيفة ومضمونة، وبسم الله ما شاء الله، يعني ما كلفتكيش كتير ولا وقت ولا مجهود. اعملوا رز بلبن بكل تكاته بكل تفاصيله، هتلاقي اجمل واطعم رز بلبن عملتيه اهو. بسم الله ما شاء الله، بيتكلم عن نفسه، والطعم تحفة عسل ما شاء الله. ان شاء الله طلعنا اللي في الفرن. عايزة بقى الوصفة بتاعتي لو عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ما شاء الله، اللهم بارك، حاجة زي العسل اهي. هندوق بقى، بسم الله. ما شاء الله، مش قادرة اوصف لكم الطعم، حاجة زي العسل، جوسي كده وجميل وطري، والرز مستوي يعني مستوي. بألف هنا وشفا يا حبايب قلب وز.